خروج المنتخب المغربي مشاهدينا، الدور ربع النهائي سيخلو من تواجد المنتخبات العربية لأول مرة منذ 2013. كابتن محمد، المنتخبات العربية سقطت كأوراق الأشجار في هذه النسخة التي سميناها نسخة المفاجآت، لكن هناك واقعية من منتخبات تطورت وعملت وتعرف كيف تتعامل مع الظروف في إفريقيا. اولا النهارده لك كابتن يوسف وليك يا امين، وبعدين الانسان بيتعلم. الدرس قاسي. انا الخروج بالنسبه لي للمنتخب المغرب في هذا الدور مفاجاه كبيره، يعني هي تاني اكبر مفاجاه في البطوله بعد خروج السنغال. في ماذا فشل المنتخب المغربي في هذه المباراه كابتن؟ اولا انا ما كنتش يعني قلت هيتاثر بغياب زياشي وبوفال، بس مش لهذه الدرجه. ثانيا هو لم يستغل فرصه. المشكله دي يا امين عندكم في منتخب المغرب من كاس العالم، بيجيلكوا فرص وما بتسجلوش. فالمنافس النهارده جنوب افريقيا سجل من خطا في التمركز وسجل من كره ثابته، فانت اللي اديته المكسب، انت اللي سهلت له الامور. جالك ضربه جزاء ضيعتها. حكيمي اوعى تزعل، حكيمي نجم المنتخب المغربي الاول، صحيح الاول، وتحمل مسؤوليه انه ياخد ضربه جزاء عادي. كله بيضيع ضربه جزاء اكيد، بلاتيني، مارادونا، كله، وقدم مجهود كبير. جابها اليمين دي واخدها زي القطر، شمال رايح طالع رايح طالع، فعادي ممكن في بعض الاحيان بتحصل. انا لو مسؤول في الكره المغربيه، اول قرار لازم اخده ادعم المجموعه دي وادعم وليد المدرب. المجموعه دي لا ينقصها سوى مهاجم كويس يقدر يترجم الفرص، وثمانية مختلف، رقم 8 مختلف في نص الملعب يقدر يكمل الادوار بتاع أناحي ومرابط، وهتبقى منتخب زي قوي وزي الفل. خلي بالك البطوله الجايه على ملعبكم، مالكوش حجه. البطوله الجايه الظروف هتبقى احسن على ملعبكم، والمنتخب ده خد درس قاسي في هذه البطوله، هيتعلم منه وهيبقى من اقوى المرشحين. فبلاش الاجواء الدراميه. المنتخبات التانية العربيه عندها مشاكل كتير قوي، انتوا لا، انتوا ما عندكوش الا واحد مهاجم يقدر يترجم الفرص، وواحد 8 في نص الملعب مختلف. غير كده الفريق ده هيكسر الدنيا. فعلى اهدوا. طبعا التجربه قاسيه والخروج قاسي، انما ما عندكوش مشاكل بعكس المنتخبات التانية. المنتخبات العربيه بمنتخبنا عنده مشاكل كتير قوي في المنظومه في كله. تونس عنده مشاكل كتير، الجزائر عنده مشاكل كتير، انتوا لا. فحافظوا على الاستقرار وحافظوا على الولاد، مش تبقى في الحلوه معاهم صحيح، وفي المره هذا ما قلنا، وفي المره قطع، لا. نعم. لكن يجب كما قلت محمد، يجب هناك اشياء يجب تصحح اكثر. هو دائما ليس الاعتماد دائما على نفس اللاعبين تحقق معهم نتائج، هناك لاعبين شباب لازم تعطيهم الفرصه اكثر، وهذا درس اكيد. واحنا مع المدرب، مع بقاء المدرب، واكيد ان حتى الجامعه والاتحاد المغربي سيدعم اكثر المدرب في الفتره المقبله. لكن يجب كما قلت هناك اخطاء ارتكبت يجب تصحيحها، ويجب ان لا يعني نسقط فيها مره اخرى. كما قلت انا البطوله الموسم السنه الجايه عندنا في المغرب. يجب الاستفاده من الاخطاء والوقوف مع هذه المجموعه كما اشرنا، التي قدمت الشيء الكثير لكره القدم المغربيه خصوصا في كاس العالم، وان تكون رابع العالم ليس بالشيء السهل. في انتظار تصحيح الأخطاء مشاهدينا والظهور بشكل جيد خصوصا في النسخة المقبلة التي ستكون مثالية على مستوى الظروف والأجواء في المغرب. قلنا إن المنتخب المغربي مطالب بالاستفادة من هذا الدرس رغم قوة الخروج وربما حصرت عدد كبير من الجماهير المغربية التي كانت تنتظر الأفضل. دعونا نستمع لما قاله وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. مرحبا مجددا امين. مع ابرز ردود الفعل الى جانب مدرب المنتخب المغربي كوتش وليد الركراكي. كوتش، مستوى ليس من الافضل بالتاكيد، ونتيجه مخيبه بالنسبه لك وكل المجموعه وخاصه الجماهير المغربيه. ما الذي لم ينجح الليله؟
حسنا، كان هناك الكثير من الأخطاء الفنية وكان ينقصنا ربما الصبر في بناء اللعب. كان هناك تسرع كثير، كان هناك قليل من الفرص كذلك، لكن في الشوط الأول كان يمكن إنهاء المباراة ربما، ولكن في هذا المستوى أي شيء تضيعه تعاقب عليه مباشرة. حاولنا في النهاية وعدنا من المفروض بضربة جزاء ولكن أضعناها، كانت هذه ستعدل النتيجة وهذا سيمكننا من العودة في المباراة، ولما لا اكتشاف طاقة جديدة متجددة. ضربة الجزاء آلمتنا كثيرا وبالتأكيد لم نفعل ما هو مطلوب، كان ينقص بعض الأشياء وأنا أتحمل كل المسؤولية في هذه المباراة. اللاعبون قدموا كل شيء، اتبعوا التعليمات بالحرف، ونحن سنتعلم من هذا الإخفاق الذي لم نكن ننتظره وليس متوقع. نحن أتينا بتواضع كبير ولكن اليوم يجب أن نقبل بأننا أخفقنا في مهمتنا. خيبة أمل لجماهيرنا الذين ساندونا منذ بداية البطولة، ساعدونا كثيرا، واليوم هذا إخفاق مدرب، أنا أتحمل ذلك. شكرا. إذن الحسرة بذي على محيا الناخب المغربي وليد الركراكي بعد الخسارة والإقصاء أمام جنوب إفريقيا. عودة إليك أمين في الاستوديو. شكرا لك مهدي فودي. دعونا الآن مشاهدينا نتحول إلى الكابتن جمال الغندور خبير التحكيم في قنوات بين سبورتس لتسليط الضوء على أبرز الحالات الجدلية في مباراة المغرب وجنوب إفريقيا. مباراة المغرب مع جنوب افريقيا والتي ادارها الحكم السوداني محمود اسماعيل شهدت العديد من الحالات وخاصة داخل مناطق الجزاء. تعالوا مع بعض نتعرف على هذه الحالات. نبدأ بالحالة الأولى ونشوف مع بعض هنا هل كان في ركلة جزاء أم لا. ادي الحالة، مدافع أخذ الكورة، اللاعب المدافع اللي هو الأبيض، المهاجم الأبيض، هنا المدافع لم يلمس الكرة، ونقف هنا هنلاقي فيه ركل وركل داخل منطقة الجزاء، وادي الصورة اهي، وهناك ركلة جزاء لم تحتسب في هذه الحالة. نروح للحالة الثانية ونشوف أيضا هناك حالة شبيهة. نشوف مع بعض لفريق المغرب. ادي مدافع ومهاجم وصراع على الكرة، والمهاجم ينجح في الدخول أمام المدافع ثم يسقط. نقرب من الحالة شوية ونشوف ما هو سبب السقوط. نمشي مع بعض. ادي الإيد وادي القدم، وهناك أيضا ركلة جزاء لم تحتسب. ادي اليد هو في الظهر وادي القدم، وهناك أيضا ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الفريق المغربي. هيبان لنا من اللقطة الأخرانية وهنشوف ادي اللاعب اهو، ادي الدفع وادي العرقله من الخلف. اذا ركله جزاء ايضا لم تحتسب للمغرب. نشوف هدف جنوب افريقيا الاول ونشوف هل اذا كان تسلل ام لا. نشوف مع بعض الهدف. ادي الحاله، حاله دقيقه جدا، تم تسجيل الهدف. انتظرنا لفتره كبيره على اي اساس حكم الفار حكم على انه لا يوجد تسلل؟ لابد ان تظهر لنا الخطوط. هنشوف مع بعض ادي الحاله، ادي لحظه لعب الكوره، هناك شك كبير، ولكن ظهرت بعدها يمكن ب10 دقائق الخطوط لتثبت ان اللاعب كان في موقف سليم وبالتالي الهدف سليم. اخر حاجه هنشوف ركله الجزاء التي تم احتسابها للمغرب وكانت من لمسه يد. تعالوا مع بعض نشوف الحاله ونتاكد من صحه ركله الجزاء. ادي الكوره وادي تصويبه ويد اللاعب خارج الجسم مكبره للجسم، لا ننظر هنا الى المسافه، لا ننظر الى اي شيء، اليد في وضع غير طبيعي. هيبان لنا من اللقطه دي اكتر لقطه مبينه، ولمسه اليد موجوده وركله الجزاء موجوده اهي. ادي اخر صوره مبينه ركله الجزاء الصحيحه في هذه المباراه. انتهت المباراه بهدفين لا شيء. هارد لك للمغرب. ده كان كل اللي عندنا في مباراه اليوم. كل الشكر للكابتن جمال الغندور خبير التحكيم في قنوات بين سبورتس. كابتن يوسف، استمعت لوليد الركراكي الذي تحمل المسؤولية وهذه شجاعة منه، هذا ما يجب أن يكون. وكما قلنا نأخذ الأشياء الإيجابية من هذا الظهور، من هذه المشاركة للمستقبل والظهور بشكل أفضل، خصوصا أن البطولة ستكون على أرضنا وبين جماهيرنا. صحيح، أظن هو يتحمل المسؤولية وهذا شيء دائما هو شجاع في مثل هذه المواقف. دائما صرح بأن الفريق لم يظهر بنفس المستوى، لم نكن جديين، كنا متسرعين بشكل أكثر في بناء الهجمات، كذلك حتى بعض اختياراته كما قلت كأخطاء، وهذا شيء طبيعي. كان المدرب يخطأ، يمكن يتعلم من هذا، ودرس يتعلم منه حتى المدرب وحتى يتعلم منه اللاعبين. يمكن المشكل اللي كاين كذلك عندنا هو الجانب الهجومي. هناك مشكل كبير، يجب كما قلت البحث على لاعبين، على مهاجمين جدد. عندنا لاعبين كذلك، شدنا تقريبا 11 لاعب من المنتخب الاولمبي موجود مع المجموعه، يجب اعطائهم الفرصه، لان عندنا
عندنا كذلك مستقبل كبير، خصوصا المنتخب الاولمبي، منتخب فيه لاعبين جيدين، لاعبين عندهم امكانيات يكونوا هم النواه في هذا المنتخب، مع الابقاء على العناصر اللي كما قلت، عناصر اللي قدمت ولا زالت تقدم الى غايه الان. يجب الهدوء كما قلت، تحليل جيد للمشاركه والوقوف على الاخطاء ومحاوله يعني تصحيح هذه الاخطاء، ودائما الاستمرار في الاشتغال دائما كما قلت. الورش الذي ربما كان مفتوح، والان عندنا كذلك اقصائيات كاس العالم، ثم البطوله مقبله على ارضنا بين جماهيرنا، بالتالي يجب كما قلت الاستعداد لها بشكل جيد. وهذه حاله كره، نقول هارد لك، الجمهور المغربي دائما يريد مشاهده المنتخب ويريد التتويج بكاس، لكن كما قلت هي ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله. دون ان ننسى ايضا تسليط الضوء ودعم البطوله المحليه المغربيه لانتاج لاعبين قادرين على التالق مع انديتهم في المسابقات الافريقيه والاستفاده منهم على مستوى المنتخب المغربي. سنتابع مشاهدينا ماذا قال